السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى هاد لا فيديو لقاكم بألف خير وأحوالكم على ما يرام مع فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غنتقاسم معكم حلوى أو غريبة المعلكة اللي كتجي صراحة ولا أروع لا في الشكل ولا حتى في المذاق. كيف ما كتشوفوا يعني هذا يلا خرجتها من الفران. هذه اللاطه الاولى راه كتجي كامله مشقه يعني وحتى اللون كتجي مذهبه، وهذه اللاطه الثانيه يعني راه كامله كتجي صراحه ناجحه. يعني هكا كندوي حتى على المبتدئات اللي عمرهم ما حضروا غريبه المعلكه. صدقوني انها راه غتنجح معكم بالطريقه اللي كنحضرها بها انا، وحتى السركن في الفران يعني طريقه يعني كيفاش انكم طيبوا هاد الحلوى او غريبه المعلكه. كيف ما قلت لكم يعني الطريقه باش كنحضرها انا يعني مغايره تماما على الطريقه اللي كيحضروا بها يعني معظم النساء او الحلويات. يعني هاد الطريقه هذه ما كتصعبش عليكم نهائيا يعني كيفاش تخدموها، وبمكونات جد بسيطة. دوزو مع المقادير وطريقة التحضير على بركة الله. في المكونات عندي 5 البيضات، كأس ونصف سكر سنيدة حبيبات، كأس ونصف زيت، عندي ملعقة مملوءة زبدة تقدروا أنكم تستغنوا عليها، عندي 2 معالق مملوئين ديال المربى الخوخ أو المشمش يعني الخاص بالأكل ماشي هكا خفيف، تقدروا تعوضوه ب2 معالق مملوئين ديال العسل، وجوج ساشي ديال خميرة الحلويات. عندي ربعة ديال الكوك اللي عادي ما يكونش ماشي بالضروره يكون ميدم يعني كوك عادي. عندي واحد ربعة ديال الكاوكاو اللي هكا بلدي اللي قليتو وطحنتو، وعندي نصف رابعة ديال الزنجلان اللي حتى هو محمر ومطحون. يعني كيف ما قلت لكم راه كتشوفوا المقادير راه جد بساطين وسهلين وبدون دقيق ابيض. في هاد القصريه هذه راني غنضيف هكا سنيده كأس ونصف، نخدمهم هكا مزيان. يعني صراحه في هذه الاثناء هذه كان عليا انا نخدم الزبده، يعني نتوما من الاحسن تخدموها في هذه الاثناء هذه، يعني ديروا الزبده والسكر ثاني هما الاولين حتى تذوب معكم الزبده عاد تضيفوا البيض. يعني كيف ما كتعرفوا دابا الحل هكا شويه الحل بارد، يعني انا بعد ما دخلت الزبده بقات لي واحد شويه هكا يعني ما دابتش ليا دغيا حتى ضفت ليها النواشف عاد دابت ليا. يعني كنصيحه هذه يعني من الاحسن انكم تخدموا الزبده مع السكر سنيده في الاول عاد تضيفوا البيض والزيت. صافي كما كتشوفوا انا كنخفق هكا مزيان. ضروري انكم تضربوا مزيان الزبده هكا الزيت والسكر والبيض يعني بحال شكل الكيكه. الطريقه باش كنحضروا بها درت هنايا واحد راس معلقه ديال الملح اللي ما ذكرتهاش في المقادير في الاول. صافي ضفت عليه هنايا 2 معالق مملوئين ديال المربى وملعقه مملوءه ديال الزبده. صافي دابا غنبدا نطرب هكا مزيان، ندخل هذيك يعني المكونات كامله مع بعضها حتى نحصل على قوام يكون هكا يعني مجانس. عاد غادا نضيف يعني هكا النواشف اللي هما الكوكو الزنجلان والكاوكاو والخميره. كيف ما قلت لكم يعني انا هنا راه شويه ما دابتش ليا الزبده هكا مزيان، ولكن ماشي مشكل بعد ما ضفت هكا النواشف يعني عاد صافي انها تنسجمت ليا معاهم يعني تحكات مزيان، حكيتها هكا مع الزنجلان والكوكو والكاوكاو صافي ما بقاش كتبان. صافي انا راني ضفت هكا الزنجلان هو الاول، غادا نضيف الكوك الكاوكاو عفوا من بعده، علاش غادا نضيف الكوك هو الاخر. يعني الكوك هو اللي غادا نجمع به انا هاد الحلوى هذه. ولكن هاد المقادير اللي عطيتكم يعني راه كتهز معكم 5 البيضات، رابعه ديال الكوك ورابعه ديال الكاوكاو ونص رابعه ديال الزنجلان. صدقوني هاد الحلوى اولا هاد الغريبه هذه راه كتخرج واحد الكميه اللي كتيره بزاف. كيف ما كتشوفوا انا راه خدمت هكا مزيان يعني دخلت مزيان هذاك الزنجلان والكاوكاو مع المكونات الاولى يعني مع السوائل. عادش دابا غادا نضيف الكوك يعني غير بالتدريج مع 2 اكياس خميره الحلويات وزن 16 غرام. يعني صافي انا كندخل وكنمعك فيها مزيان. يعني السر ديالها باش كتجيكم معلكه يعني خاصني انني نخدمها مزيان. يعني كيف ما قلت لكم الكوك يعني عفوا ما يكونش مش بالضروره انه يكون نوعيه جيده. الا كان عندكم يعني من احسن، ولا ما كانش عندكم ماشي بالضروره. انا عندي كوك عادي ماشي ميدم وخدمت به، يعني هذا حتى كوك انه رقيق ماشي غليظ. يعني كيف ما قلت لكم اليوم متوفر عندكم خدموا به.
صافي دابا واخا تشوفوها انها راها مرخوفه، يعني من الاحسن خليوها هكا، يعني ما تقسطوهاش، ما تشوفوهاش انها مرخوفه ويعني وتزيدوا فيها الكوك. ضروري انها تكون كتلصق في اليدين كيف ما كتشوفوا معايا، ضروري. يعني السر ديال هاد كيف ما كتجي معلكه من الداخل اولا كتجي هشيشه، خاصها ضروري تكون هكا مرخوفه بزاف. صافي دابا غادا ناخذ واحد الطبسيل صغير، درت فيه واحد القطرات من ماء الزهر، من ماء الزهر اللي باش غيعاوني، باش غادا ندهن غير يديا باش ما يتلصقوش ليا هكا بالعجين. صافي غادا نمررهم هكا مزيان بالسكر كلاصي، يعني نلبس هذوك الكرات كاملين نلبسهم مزيان بالسكر كلاصي كيف ما كتشوفوا. وكندير واحد الضغيطه هكا من الفوق، يعني ديك الضغيطه حتى هي كتساعد هكا اي غريبه درتيها، يعني سواء هاد المعلكه او لا غريبه ديال الكوكو سميده، ضروري ديروا ديك الضغيطه باش كتساعدها باش تشقق لكم. يعني كيف ما قلت لكم ضروري انكم تدهنوا يديكم بماء الزهر او حتى بالماء، يعني الا ما كانش عندكم ماء الزهر دهنوا غير بالماء عادي دا الصنبور، دهنوا به الماء دهنوا الماء بيديكم باش ما تلتصقش لكم العجين في يديكم، حيت انها راه مرخوفه بزاف وكتلتصق في اليدين. صافي انا غنكمل هكا كامل، يعني نكمل بهذه الطريقه، نكور هكا العجين كامل ونمررهم في السكر كلاصي. وفي هذه الاثناء هذه راني غادا نسخن الفران غير من الفوق، يعني كنأكد عليها، يعني كنسخن الفران غير من الفوق، سواء لا كان الغاز او لا حتى ديال الضو، يعني سخنوه مزيان يسخن من الفوق هو الاول، حيت ان هاد الحلوه هادي راه ما فيهاش دقيق، يعني فيها غير البيض وهكا والكوكو ولا الزنجلان ولا الكاوكاو، يعني دغيا هكا ما كيهزوش الطياب. ومع العلم ان الزنجلان والكاوكاو انهم راه محمرين، يعني غير خاصها غير تجمع هكا تقبط راسها صافي ونطلعوها اولا كنهبطوها هكا لتحت، يعني على حسب الفران ديال كل سيده. يعني انا كندوي دابا على الفران الكهربائي، انا غنشعلو من الفوق مزيان حتى يسخن. انا صراحه كنديرو هكا على 300 درجه، ضروري خاص يكون سخون. ملي كنكمل انا الكرات كاملين وكنشكلهم وكنحطهم في الطاوه اللي غادا نطيبهم فيها، صافي كنزل الحراره حتى 180 درجه او 200 درجه. صافي يعني بالزربه انهم كيتشقوا، يعني كدوز غير هكا 5 دقائق ولا قل، طلعوا على الحلوه ديالكم، ان تقدروا تلقاوها انها غادا تحمر لكم. صافي كطفيو النار على الفوق، انا كنطفي النار على الفوق وكنشعل لتحت. صافي كنخليه تقريبا غير واحد 10 دقائق وكنحيد هكا، كنخرج اللاطه. اما للفرن ديال الغاز انكم كتشعلوا عليه، يعني نفس القضيه، كتشعلوا عليه العافيه من هكا من التحت. صافي كتقدروا انه يسخن حتى يسخن لكم مزيان، كتدخلوا هكا اللاطه كتخليوها كتشقق عاد باش كتطلعوها الفوق باش طيب لكم من التحت. هذه هي اللاطه الاولى اللي خرجتها كيف ما كتشوفوا، يعني انا راني باقا كنكور في الحلوه وهذه دغيا طابت ليا، راه ما كتاخذش لكم كما قلت لكم وقت كتير، وكتجي محمره ومشقه كامله. هذه عاوتاني اللاطه الثانيه اللي دخلتها كيف ما كتشوفوا كيفاش كتجي، يعني واخا انا راني زاحمتهم شويه، يعني حتى هذاك اللاطات كيكونوا صغارين ولكن ماشي مشكل، يعني صراحه راه ناجحه 10000%، يعني كتجربه هكا حتى المبتدئات اللي عمرهم ما صيبوا غريبه المعلكه بهذه الطريقه هذه راه غادا تصدق لكم وغادا تنجح معكم. كنتمنى هاد لا فيديو ينال اعجابكم، وما تنسوش بالاشتراك ولايك الفيديو الى عجبكم، الى عجبتكم قناتي او حتى المحتوى اللي كندير. ما تنسوناش بالدعم هكا، وحتى تبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء ديالكم لما لا. وشكرا على المتابعه، ومع فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.